طيب يعني مبدئيا الحقيقة مع احترامي ليه، هو مين اللي أرسى قواعد التشدد في فكر هؤلاء؟ هم نفس الأشخاص الحقيقة. بالمناسبة هو أنا طول الوقت ضد إنك تتهاون بعقلي، يعني ما تستخفش بيا، سواء بقى تبقى إسلامي ورافع راية الإسلام، سواء تبقى مسيحي ورافع راية المسيحية، سواء تبقى ليبرالي، أيا كان ما تستخفش بعقلي. وده الحقيقة كان منطقي الحقيقة حتى مع الكتاب اللي كتبه الأستاذ عادل حمودة ضد هيكل وفيما عرف بخريف هيكل. فأنا ضد الاستخفاف بالعقل الحقيقة أيا كان. وبالتالي أعذر شباب الإخوان اللي شايفين إن كلام راغب السرجاني كلام غير منطقي يتعارض مع ما بثه فيهم قبل ذلك. نمرة 2، انت بقالك سنين بتعلمني انه كذا وبعدين فالنهارده انت بتقولي كلام تاني. انت ليه عايزني اصدقك؟ ده سؤال بسيط ومن حقهم بالمناسبة، بس من غير شتيمه. اللي زرع شوك هيجني شوك. لان انا طول الوقت اقول يا جماعه احنا نختلف ونتفق ونتناقش، بس يبقى في خط ما نحدش عنه. هو السؤال انا ليه اصدقك النهارده وما صدقكش قبل كده؟ طب وليه كنت مصدقك قبل كده وصدقك النهارده؟ هو ده السؤال المهم. نمره 2، هو طول سنه كامله في حكم الرئيس مرسي بدءا من احداث الاتحاديه 4 ديسمبر 2012 انتهاء بمؤتمر دعم سوريا وارسال المجاهدين اليها، مرورا طبعا قبلها يعني في النص يعني للقدس ملايين شهداء بالملايين بالظبط كده. وكان الخروج الحقيقه لا يتعدى الخروج والتمشيه من رابعه لحد الاستاد. هو ده كان بيشحن مين؟ انت عايز منهم ايه دلوقتي؟ وبعدين فجاه انت سبتهم تسخنوا فجاه متوقع ان هو يفرمل. لا، واقنعتهم ان جبريل معاك ونزل في اشاره رابعه، وان النبي قال لمرسي صلي بينا. انت اقنعتهم ان السماء اصبحت مؤيده لهذا الفصيل. فانت ليه الحقيقه عايزهم يصدقوك؟ ليه؟ اذا الحقيقه هذا الشباب التليفون هي رنت البرنامج، فعشان كده الناس هتلخبط. هو هذا الشباب الحقيقه هو شباب مغرر بيه. الحقيقه التمس له العذر، ان هو التمس له العذر. يا نهار ابيض، طبعا الكلمه الكبيره دي طبعا. ان قياداته الكلام ده لما يطلع منها طبعا ما يقدرش يصدقها. ليه؟ السؤال ليه اصدقك؟ ده نمره الحقيقه الجزئيه دي.